بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا احلى واغلى اخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وهنا وسرور وراحة بال ورضا من الرحمن. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يزيدكم ويخليكم نعمة في حياتي يا عيلتي التانية، وربنا ما يحرمني منكم. تعالوا اتفضلوا معانا الرز بلبن. رز كده ساجع، ورز طبعا يعني بتكات كده وتفاصيل جديدة. يا رب كده يعجبكم، يا رب كده ينال اعجابكم. ده كده من فوق، او العلبه دي اللي من فوق دي اللي بحطها على طول في التلاجة، او تحطيها في التلاجة كده وتسقع وتاكلي منها بألف هنا وشفا. اما الرز التاني ده برضو لازم تخليه برضو في التلاجة. بس في البداية هنحط له كده شوية تركات، وهنحطه في طواجن، وهنخليه حاجة كده حلوة زي أم علي، زي يعني حاجة ساقعة تاكليها وانت فعلا بتكات وتركات جديدة. هو طبعا طعمه لا يغنى، يعني ما يغنيش طبعا عن الوصف بتاعه. لازم تاكليه، لازم تعمليه، لازم تجربيه. الأول نسميه ونصلي على الرسول ونشوف معانا. في البداية معانا حلة كده فيها نصها مية كده، وحاطين فيها هنحط فيها معلقة سمنة، وهنسيبها تغلي. مجرد ما تغلي بعد 10 دقايق من الغليان هنهدي عليها النار، عشان الرز بتاعنا عارفينه بيستوي بسرعة. وبعد كده بعد الغليان هنجيب كوبايتين أو نص كيلو من اللبن، عليه معلقتين من الكريم من النشا، وعليهم معلقتين من الكريم أنشانتيه. وحط سكر على حسب الرغبة، يعني هتحلي على حسب الرغبة، وتقلبيهم تقلبيهم. وبعد كده يا ست الكل روحي حطيهم على الرز اللي هو استوى خلاص. احنا عارفين ان الرز بتاعنا ما بياخدش غلوة والتانية وتحسيه كده خلاص استوى بسرعة. اكيد طبعا ان الرز بتاعنا بناكله. ومثلا ممكن تصحي الصبح ملكيش نفس الفطار تفطري بيه، ممكن بالليل تتعشي بيه. الرز بلبن سهل وبسيط، كلنا بنعشقه. وفعلا تحية لأهل العراق وتحية لأهل الجزائر. وطبعا احنا عارفين ان مصر أم الدنيا. وتحية لكل اخواتي وحبايبي وعيلتي التانية، لكل اللي بيشوفني وبيشاهدني وبيتابعني. شكرا لكم، شكرا لمشاهدتكم. والرجاء من كل متابعيني ومن كل من يدخل على الصفحة بتاعتي، يا ريت يعني فضلا وليس أمرا اضغطوا لنا لايك واشتركوا لنا في القناة وانزلوا لنا بكومنت حلو من ايدكم. ربنا يحسن ما بين ايدينا. وكده اضفنا المادة التانية، وهي نص كيلو من اللبن، عليها معلقتين كريم انشانتيه، وعليهم معلقتين نشا، والسكر على حسب الرغبة. تقلبيهم كده، لان طول ما حطيتي النشا خلاص يبقى تقلبي فيه، لانه هيتقل معاكي بسرعة. هتهدي النار عليه، لأنه مجرد كده يعني غلوتين بسيط 5 دقايق تجي خلاص كده غلي وخلاص وتقل. القوام بتاعه بيجي كريمي وبيجي لذيذ، الطعم بتاعه تحفة تحفة تحفة. وكمان لو عندك زبدة أو قشطة حطي وضيفي عليها، هتخليه خطير. انا كده الحمد لله عملت الرز بلبن بتاعي على قد امكانياتي وعلى قد ايدي. بس لو في امكانيات عندك ومتوفر عندك، فضيفي زبدة، ضيفي قشطة، ضيفي اللي تضيفيه كده في اخر مرحلة. فعلا بيخلي الرز بيروح لحتة تانية خالص. انا طبعا هغير النهاردة وهحطه في طواجن، وهحطه في النار، او هحطه في الفرن. فعلا هيبقى برضو طعمه مميز. تركاية جديدة تحطيها هتحليه، هتخليه طبعا طعمه حلو ولذيذ. وفعلا كل اللي ياكله يقول لك تسلم ايدك يا ست الكل. كده هنحط الرز بلبن. وبعد ما هتحط الرز بلبن هاتي ممكن تحطي قشطة، ممكن تحطي مثلا كريمة، اللي انت عايزاه. انا ما عنديش لا كريمة ولا زبدة، هعمل هروح اجيب شوية سكر كده، سكر سنترفيش عادي، سكر عادي حبيبات. هترشيه على على وش الطاجن بتاعك. هيعمل لك الطبقة اللي انت شفتيها دي، وهيخليه لك طعمه مسكر، وفي نفس الوقت مكرمل. اعمليه وشوفيه، شوفي كده ده السكر البودر، السكر المطحون العادي. وبعد كده برضو ضفت سكر حبيبات، ضيفي سكر حبيبات وحطيه. اه زي ما انت شايفة، شوفي سكر الحبيبات عادي جدا، حباية حباية ضيفيهم كده وحطيهم. وعايزة برضو تحطي تضيفي تاني للطواجن لبن، ضيفي براحتك على حسب الرغبة بتاعتك. وكده كان خلاص انتهى معايا
الطواجن وهاحطها في الفرن، هاخلّيها تتشمّع وتاخد لون كده زي ما أنتم شايفين، وبعد كده إيه، خلاص هاخلّيها تبرد وتحطيها في التلاجة وتاكلي منها بألف هنا وشفا. فعلًا يعني رز بلبن خطير، ما بنقدرش نستغنى عنه، فعلًا ليه مذاق خاص، ليه طعم مميز، ما فعلًا من الحلويات اللي ممكن تاكليها وتسقّعي وترطّبي بيها في الحر والفرهدة دي. رز طبعًا تحسّيه مش رز معمّر، لأ رز مسكّر ورز بلبن ورز طعمه خطير فعلًا. أهو زي ما أنتم شايفين اتكرمل من غير أي افتكاسات ولا من غير أي مواد إحنا حطيناها، هم شوية سُكّر عاديين عندينا حطيناهم ادّونا اللون ده وادّونا الطعم المسكّر. يا رب كده يكون الفيديو عجبكم، يا ريت، يا ريت فعلًا تجرّبوه وفعلًا مش هتندموا إنكم أنتم عملتوه بالطريقة دي، هيعجبكم وهتعتمدوه على طول. وادعوا لنا دعوة حلوة من قلبكم بالتوفيق والنجاح، وربنا يحسن ما بين إيدينا. وكده كان معاكم فيديو النهاردة، فيديو الرز بلبن، الفيديو يعني إيه، فيديو الرز الساقع، فيديو الرز فعلا اللي طعمه مميز وطعمه جميل والطعم بتاعه حكاية. يا ريت يا رب كده يكون نال إعجابكم، ويا ريت تكون استفدتوا. وشكرًا ليكم، شكرًا لمشاهدتكم، وأشوفكم في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.